شوربة لسان العصفور بالخضار، طريقة جميلة جدا وبسيطة، وفي أقل من 10 دقايق هتكوني عاملاها. شوربة صحية جدا ومش هتستغني عنها مع أي أكلة. جميلة جدا. تابعي الفيديو للنهاية علشان تستفيدي منه، وعلشان تقدري تعرفي الطريقة بالمظبوط، وازاي ما تعجنش منك وتبقى مفلفلة. هتقدري تضيفي عليها أي نوع من الخضار انتي حباه، او ممكن تعمليها من غير اي خضار. شايفين الجمال يا جماعة؟ جميلة جدا، تحفة. الخضار كمان بيزود من قيمتها الغذائية. يلا تابعي الفيديو كده للنهاية علشان تستفيدي، ولو عجبك كومنت جميل منك، لايك وشير. قناتي قناة هند سليم. اول خطوة هعملها، هجيب هنا معلقة سمنة اسيحها على النار، معاها فص حبهان وحباية مستكة صغيرة، اديهم تشويحة كده بسيطة في السمنة. انزل عليها كده بكوباية من مكرونة لسان العصفور. هقلب بقى ايدي كده في التقليب مستمرة، علشان ما تتحرقش منك، واللون ما يبقاش واحدة متحمرة وواحدة محروقة. ههدي النار شوية علشان اخد اللون الذهبي الجميل معايا. هفضل اقلب فيها لحد ما ياخد اللون الذهبي معايا. الكمية اللي انت حابة تعمليها هتعمليها طبعا. كده وصلت معايا للون الذهبي اللي انا عايزاه. برضو ايدي هتبقى مستمرة في التقليب علشان اللون بتاعها ما يتحرقش. هنا هنزل عليه كده بكوباية من البسلة، واديها تشويحة برضو، هقلبها مع المكرونة عشان تتشوح معاه. اي نوع من الخضار انت حابة تضيفيه هتضيفيه. معاكي مكعبات جزر، معاكي مكعبات بطاطس، اي حاجة، ممكن بروكلي، ممكن قطع من الدجاج، اي حاجة ممكن تضيفيها عليها. اقلب بقى علشان البسلة تتشوح معاها كويس، وانزل عليها بنص قطعة كده من الجزر المبشور، علشان الجزر ده كان متفرز، يعني بمعدل معلقتين او 3. البسلة والجزر بيعلي من قيمتها الغذائية جدا، وبيخلي معاها طعمها معاكي تحفة جدا. اشوح كده تشويحة حلوة قبل ما انزل بالشوربة. شايفين اللون جميل جدا يا جماعة. ممكن كمان تعززي من طعمها لو ما عندكيش شوربة، وهتنزلي بمية مغلية تعززي الطعم بايه، بمكعب مرق دجاج. انا هنا كانت عندي متوفر شوربة فراخ، نزلت بكوبايتين شوربة اهي. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش شوربة هتنزلي بالمية المغلية عادي نفس المقدار، وتنزلي معاها بمكعب مرق الدجاج، هتخلي طعمها جميل جدا وهتعزز معاكي الطعم. هنا بقى هغطي عليها ويا دوب تاخد غلوة. شايفين زي ما كده غلوة واحدة بس، وبعدين شايفين المكرونة اخدت 3/4 سوا. مش هزود عن كده. هبدأ ان انا اطفي عليها النار، وهديها هنا معلقة من الفلفل الاسود، واشوف الشوربة معايا محتاجة ملح ولا لا. لو مش محتاجة ملح ما تديهاش. اطفي عليها بقى على طول كده، وهي بقى هتكمل سواها مع نفسها. لو سويتيها سوا كامل وبعدين جيتي تغرفيها بعد كده، هتلاقيها عجنت معاكي ومش مفلفلة. معلقة من الفلفل الاسود اهي. خلاص هي كده بقت تمام. خلاص كده انا طفيت عليها النار وهغطيها. للوقت اللي هتيجي تبرد فيه هتكون كملت سوا معاه ومش هتعجن معاكي. شايفين اخدت السوا اهي، بقت جميلة جدا. تقدري بقى تقدميها مع اي اكل. جميلة جدا وصحية.
شايفين ما عجنتش معانا ازاي؟ علشان الخطوة الاخيرة اللي احنا عملناها ان احنا نديها 3/4 سوا اهي، وتكمل سواها بعدين. والخضار استوى معاها، بقت جميلة جدا يا جماعة. شوربة جميلة جدا، ما خدتش مني 5 دقايق وصحية. هتحتاجيها في رمضان كتير مع اي اكل تقدميه. بالهنا والشفا.